عمرك سألت نفسك هو العولمة اللي احنا عايشين فيها دي هي فعلا بتكون فرصة ان هي تخلينا نكتشف ذواتنا من اول وجديد، ولا هي حقيقي بتهدد هويتنا العربية؟ في الحقيقة هو ده موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة، وانت هنا في برنامج الفيلسوف. قبل ما ابدأ ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا ندخل في موضوع الحلقة على طول. زي ما انت شفت في العنوان، هنركز في الفيديو ده على الهوية الفردية في العصر اللي احنا عايشين فيه، وهو عصر العولمة. لما نيجي نتكلم عن الهوية من منظور شوية فلسفي، هنلاقي إن كتير من الفلاسفة اتناولوا فكرة الهوية الإنسانية. لكن خلينا في الحلقة هنا نركز على نموذجين اتنين. خلينا في الأول نبدأ بسقراط. هو فعلا سقراط اتكلم في أكتر من موضع في فلسفاته على فكرة الهوية الفردية، وكان بيركز بشكل مستمر على إن الإنسان لازم يكون عارف كويس وفاهم نفسه. وهو كان بيعتبرها إن هي أساس التكوين الهوية الفردية، يعني أساس كل المجتمعات بالنسبة له. ومن وجهة نظره الشخصية، هي فكرة إن البني آدم لازم يكون فاهم نفسه بشكل كويس، لازم يكون عارف هو مين، وعارف إيه تاريخه، وعارف إيه ماضيه، علشان يقدر يكون ويشكل حاضره ومستقبله. ده بالنسبة لسقراط، اللي كان بالنسبة له من وجهة نظره حجر التقدم في الحضارة. زي ما وضح طبعا في مؤلفه الجمهورية، هي فكرة معرفة الذات. افهمها كده ببساطة، لما نيجي نفهم نفسنا ونعرفها كويس، هنقدر بعد كده نتعامل مع غيرنا، وبالتبعية على طول هنقدر نطور في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. لما نيجي ننتقل لتاني نموذج معانا في الفيديو، وهو مارتن هايدجر الفيلسوف الألماني الشهير. هايدجر كان بيتناول فكرة مهمة جدا، وهي فكرة الاغتراب. يا جماعة، طب يا فادي، يعني ايه الاغتراب؟ الاغتراب ان دايما هو كان بيشوف ان الانسان المعاصر بيعاني من اغتراب وجودي. هو حاسس نفسه في مكان مش بتاعه، مع ان ممكن يكون حواليه فعلا ناس كتير مهمين، وحواليه حقيقي ناس كتير بتحبه، لكن هو بسبب الضغوط الاجتماعية والضغوط النفسية اللي مفروضة عليه، وبسبب عصر العولمة اللي هو عايش فيه، بتخلي الفرد متكتف جدا وبينفصل عن الواقع بشكل كبير. وده بالتبعية بيخلي الإنسان ما يفهمش هو مين، ولا يعرف إيه جوهره، ولا إيه أساسه الحقيقي اللي المفروض يعرفه كويس ويبني عليه. ده مارتن هايدجر فيلسوف كان بيركز بشكل كبير على الفردية الإنسانية، وبيحاول يكتشفها في الوقت بتاعه طبعا. طب لما نيجي نروح لنقطة تانية، هو إيه التحديات أساسا اللي بتواجهنا إحنا علشان نكتشف هويتنا في عصر العولمة؟ هنلاقي أكتر من نقطة بصراحة، لكن خليني أركز معاك على 3 نقط. في الأول، لما بنيجي بنتكلم عن إيه التحديات اللي بتكون مواجهة لينا في الوقت اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي، في الوقت المعاصر، قصاد طبعا الانفتاح العولمي الرهيب، هنلاقي أول حاجة الانصهار الثقافي. دايما بسبب إن إحنا في عصر السوشيال ميديا، هنلاقي إن الثقافات دخلت في بعض بشكل كبير. كله دخل في بعضه، اختلطت الثقافات بشكل كبير، وده بالتبعية بيخلينا ما نقدرش نميز هو احنا مين. طب بلاش احنا مين، هو اللي قدامنا ده مين؟ هي دي النقطة الأساسية. المجتمع الشرقي والمجتمع الغربي تحس إن كله دخل في بعضه، فبقى كله عارف عن بعض كل حاجة، وكله بقى فاهم بشكل زيادة عن اللزوم. وطبعا أنا مقتنع بفكرة إن المعرفة لابد إن يكون ليها تمن، والتمن إحنا اللي بندفعه. إحنا اللي ساعات كتير يا جماعة بننسى إحنا مين، وأساسنا مين، وهويتنا الأساسية الثقافية مين. وده بسبب طبعا الإعجاب بالطرف الآخر من ناحية الثقافة. تاني حاجة، وهي فكرة الهوية الرقمية. إنه بسبب إن إحنا بقى أغلبنا عنده سوشيال ميديا ومواقع تواصل اجتماعي، الأفراد بقت بيتم إعادة تشكيلها ومعرفة شخصياتها عن طريق مواقع التواصل. كلنا بقى عندنا بروفايلات عند المنصات دي. الناس دي بتكسب حرفيا مننا بسبب البيانات اللي إحنا بنديها لهم على طبق من فضة. بنقول لهم اتفضلوا، ادي بياناتنا، ادي معلوماتنا، ادي تاريخنا، اتفضلوا شكلوه وخلوه يتم اعادة صياغته من اول وجديد. وده طبعا حاجة مش صح تماما. ان واحنا لازم نستخدم المواقع دي، لازم نكون حريصين على بياناتنا ومعلوماتنا، لان هي دي اللي بتعبر عننا، هو ده ما نمتلكه حقيقي. تالت نقطة، وهي فكرة التفاوت الاقتصادي. التباين بين الدول اللي حاصل في الوقت الراهن اللي احنا عايشين فيه، خصوصا من الناحية الاقتصادية، بقى يزيد عندنا فكرة ان احنا حابين نتشبه بالدول دي، حابين دايما نبقى زيهم علشان نبقى
كويسين زيهم، كأن دايما عندك عقدة نقص، إن أنت حاسس نفسك دايما قليل، وهو في الحقيقة أنت مش قليل خالص، لكن هو الإحساس الدايم بإنك أنت أقل ماديا منه، أنت أقل اقتصاديا منه. وهنا خليني برضه أخص بالذكر الدول العربية بالتحديد، بتحاول دايما تكون متشبهة بالمجتمعات الغربية في ثقافتها، في عاداتها، في تقاليدها، وكل ده طبعا عمره ما كان صح، ولا هو ده الطريق اللي يخلينا نتقدم، أو على الأقل نرجع للمكانة اللي احنا كنا فيها زمان. طيب احنا كل ده اتكلمنا في الهوية من منظور فلسفي، والتحديات اللي بتواجه الهوية في عصر العولمة. طب ايه الحلول اللي من وجهة نظرك ممكن نقدمها ونحاول بيها نوصل لنقطة نور من عندها ننطلق؟ في الأول خلينا لازم نكون مركزين على نقطة مهمة جدا: التعليم من أهم الحاجات اللي بتساعدنا احنا كبني آدمين نكون شخصيات ونسخ أحسن من نفسنا. وده راجع لأهمية التعليم بشكل كبير على وتأثيره على المجتمعات. انت تخيل كده معايا دولة ما فيهاش تعليم، دولة ما فيهاش نظام لتربية وإعداد النشء، هتكون دولة ازاي رائدة ومتقدمة في مجال معين؟ وهنا أنا مش بخص مجالات كتير، أنا بس قصدي مجال معين. انت عمرك ما هتكون متقدم غير لو عندك رؤية، وعمر ما هيكون عندك رؤية غير لو انت عندك تعليم. التعليم هو حجر الزاوية للبناء والتطوير في أيا كان المكان اللي انت حابب تبدأ فيه، لكن هتحطه على الرف ما تنتظرش ان انت تبني حضارة قوية ولا تكون قادر ترجع هويتك القديمة. تاني نقطة: تشجيع الحوارات بين الثقافات بدلا من الهيمنة. بسبب عصر السوشيال ميديا وعصر العولمة بقت في دول بذاتها، وهي الدول الممتلكة لهذه مواقع التواصل الاجتماعي، هي اللي دايما قادرة ان هي تهيمن بأصواتها العالية على باقي الآراء. مش دايما يكون الرأي بتاعها صح، مش دايما تكون بتتكلم في مواضيع صحيحة، مش دايما تكون حججها قوية، لكن بسبب ان هي صوتها عالي، وبسبب ان هي قادرة فعلا ان هي تسوق لنفسها بشكل كويس، اصواتها بتعلى وبتضوي العالم كله. وهنا انا مش قصدي مجتمع بعينه، انا بتكلم على كل الدول اللي ليها علاقة بفكرة العولمة، واللي بيكون اكترها مرتبط بمواقع التواصل الاجتماعي. ده عمره ما هيساعدنا ان احنا نرجع هويتنا، لان احنا دايما، انا مقتنع انه احنا بنعرف نفسنا عن طريق اللي قدامنا، وهنعرف نفسنا ازاي واحنا على الاقل مش قادرين حتى نتحاور ولا نتناقش ولا نوصل لنقط حوار مع اللي قدامنا. تالت حاجة، وهي اللي انا حابب اختم بيها موضوع النهاردة: فكرة ان يا جماعة العولمة مش عدو لينا، بالعكس احنا عندنا عقول واعية كتير قادرة ان هي تستخدم العولمة لصالحها مش ضدها خالص. لو قدرنا ندير الموضوع بشوية حكمة وتركيز هنقدر فعلا نسيطر على الموضوع، مش هو اللي يسيطر علينا ويجرجرنا في تبعاته. هنقدر عن طريق الشباب الواعي اللي قادر يكون عنده قدر من المعرفة والثقافة ان هو يساعد المجتمع ويطوره، ان هو يرجع لمكانته الرائدة اللي كان عليها زمان. هو ده كان موضوع الحلقة بتاعت النهاردة من الفيلسوف: الهوية الفردية في عصر العولمة. في الحقيقة دي سلسلة جديدة أنا حبيت أبدأها معاكم، وبتمنى طبعا إن انتوا تدعموني فيها بشكل كبير، علشان أقدر أكون مكمل في ربط المواضيع الفلسفية العميقة بواقع مجتمعي إحنا بنعيشه في قضية ما. في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، وأشوفكم في فيديو جديد من برنامج الفيلسوف. سلام.